قناة قراء زمان. تسمع وكأنك ترى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل نلتقي وإياكم مع القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي الذي يتلو علينا من أول سورة المطففين إلى ختام سورة البروج. الآن نبقى مع تقدمة لهذه التلاوة من الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الحميد سلامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله، وبعد، فإننا سنستمع بعد قليل إن شاء الله إلى تلاوة قرآنية مباركة من أول سورة المطففين إلى آخر سورة البروج. ولقد توعد الله المطففين بالويل والثبور والهلاك. والتطفيف هو البخس في الكيل والميزان، بأن يأخذ الإنسان أكثر من حقه إن كان مشتريا، ويعطيهم أقل من حقوقهم إن كان بائعا. ولذا أمر الله بالوفاء في الكيل والميزان وإعطاء كل ذي حق حقه. ثم توعد الله هؤلاء المطففين بيوم عظيم الهول شديد الفزع، يوم يقوم الناس من قبورهم حفاة عراة لرب العالمين ليحاسبهم على ما أسلفوا في دنياهم، رافعي رؤوسهم إلى السماء لا يكلمهم أحد، قد ألجم العرق برهم وفاجرهم. حقا إن مصير الفجار في هذا اليوم هو سجين، أي سجن ضيق وعذاب مقيم، أو بئر في جهنم. لقد كذبوا بيوم الدين، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تليت عليه آيات الرحمن قال أساطير الأولين. وليس الأمر كما زعموا، لأن القرآن كلام رب العالمين، وإنما حجب قلوبهم عن قبول الحق الرين الذي غشيها لكثرة ذنوبهم وخطاياهم. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ولذا حجبوا عن رؤية ربهم وزج بهم في الجحيم. وتؤنبهم الملائكة قائلين هذا الذي كنتم به تكذبون. أما المتقون الأبرار فمصيرهم في عليين، وهو أعلى درجات الجنان. إنهم على السرر تحت الستائر ينظرون في ملكهم وما منحوه من الخير، وينظرون إلى الله عز وجل في مقابلة مصير الفجار الذين حرموا من النظر إلى ربهم جل في علاه. إنهم كانوا في الدنيا يسخرون من المؤمنين ويتغامزون عليهم إذا مروا بهم ويصفونهم بالضلال، وما كلفوا بحصر أعمالهم. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون جزاء وفاقا بما كانوا يعملون. ثم تفتتح سورة الانشقاق ببيان شيء من مقدمات الساعة، حيث تنشق السماء وتتصدع وتطيع أمر ربها، وحق لها أن تنقاد لأمره، وتمد الأرض وتبسط وتقذف ما في باطنها من الأموات، وحق لها كذلك أن تنقاد لأمر ربها. عندئذ يلقى كل إنسان جزاء ما قدم. فأما المؤمن فيعطى صحيفة عمله بيمينه ويحاسب حسابا يسيرا ويرجع إلى أهله في الجنة مسرورا. وأما الكافر فيعطى صحيفة عمله بشماله ومن وراء ظهره فيدعو بالهلاك والثبور، حيث كان مغرورا في دنياه يظن أنه لن يرجع إلى ربه للجزاء. ثم يقسم الله بالشفق، أي احمرار الأفق عند الغروب، وبالليل إذا وسق، أي جمع من الدواب والهوام وغير ذلك، وبالقمر إذا اتسق، أي تكامل نوره، على أن الناس يمرون بمراحل متعددة تنتهي إلى البعث والنشور والحساب والجزاء. فأي شيء يمنعهم من الإيمان
وما لهم لا يسجدون إذا قرئ عليهم القرآن إن سجيتهم التكذيب ومخالفة الحق، والله أعلم بما يكنونه في صدورهم فبشرهم بالعذاب المؤلم. أما المؤمنون فلهم آنذاك أجر عظيم غير مقطوع ولا منقوص. ثم تفتتح سورة البروج بقسم عظيم من الحق جل في علاه بالسماء ذات البروج، أي المنازل التي تمر بها الشمس والقمر، وبيوم القيامة الذي وعد الله بجمع الخلائق فيه، وبشاهد يشهد ومشهود يشهد عليه. يقسم الحق بذلك كله على أنه سينتقم من أصحاب الأخدود الذين شقوا في الأرض شقا عظيما وأضرموا فيه النيران لتعذيب المؤمنين، وتلذذوا برؤية ما يفعلونه بهم من تعذيب وتنكيل، وما عابوا عليهم إلا إيمانهم بالله الغالب الذي لا يغالب، الحميد في أقواله وأفعاله وأوصافه، المالك للكون كله سمائه وأرضه، وهو على كل شيء شهيد. ثم تخبر آيات التلاوة أن الله جل في علاه قد أعد لهؤلاء الذين عذبوا المؤمنين والمؤمنات، أعد لهم عذاب الحريق جزاء وفاقا إن لم يتوبوا من ذنوبهم ويثوبوا إلى رشدهم. أما هؤلاء المؤمنون الذين أوذوا وصبروا وثبتوا على الحق فلهم جنات تجري من تحت قصورها الأنهار، ذلك الفوز العظيم الذي لا يدانيه فوز أو نعيم. ثم تبين الآيات أن الحق جل في علاه عزيز ذو انتقام، إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، إنه يبدئ الخلق ويعيده، وهو كذلك الغفور لمن تاب وأناب، المحب لأوليائه، صاحب العرش المجيد، فعال لما يريد. هل بلغت يا محمد بخبر الجموع الكافرة التي كذبت رسلها فرعون وثمود؟ لقد كانوا في تكذيب متواصل، والله محيط علما بهم. وليس القرآن شعرا ولا سحرا كما زعم الكافرون، بل هو قرآن كريم شريف في لوح محفوظ لا يناله تبديل ولا تحريف. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. يوم يقول
العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهد
المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون
بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق
فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا
والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من
محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. صدق الله العظيم. كنا إخوة الإيمان في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي بدءا من أول سورة المطففين وحتى ختام سورة البروج. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.